إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قال وأهديك إلى ربك أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه. هذه وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء، أنهم يدلون الناس إلى ربهم، يدلون الناس إلى ربهم، يبينون للناس ما يرضي الرب عز وجل مما يسخطه ويغضبه. فهذا معنى الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، هذه للأنبياء والرسل وأتباعهم. أما هداية القبول والتوفيق وأن يقبل الحق ويعمل به فهذه إلى من؟ هذه إلى الله، ملك لله عز وجل، هو الذي يخلق في القلب القبول، قبول الحق والعمل به وإيثاره على غيره. أما الأنبياء والرسل وأتباعهم فإيش وظيفتهم؟ الدلالة. قال وأهديك إلى ربك أدلك عليه، هذه وظيفة الأنبياء والرسل، أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.